اليوم جبت لكم طريقة تحضير كيش اللي كيجي بنين بنين بزاف كيجي رائع. ندوزو دابا المقادير والطريقة ديال التحضير. ناخد واحد المقلاة اللي غندير فيها شويه ديال الزيت. عندي هنا واحد البصله اللي كبيره اللي قطعتها بحال هكا. بالنسبه للبصله ديروا وحده كبيره ولا ديروا جوج صغار اللي عندكم. وغنحتاج كذلك صدر ديال الدجاج اللي مقطع قطع صغيره بحال هكا حتى هو. بغيتو ديروا لا داند ولا صدر الدجاج اللي عندكم واجده البنات تقدروا ديروه. وتقدروا ديروا كذلك الكفته الا ما عندكمش صدر الدجاج بغيتو تعوضوها بالكفته تقدروا تعوضوها بالكفته. غادي نحتاج معلقه صغيره نتاع الموطارد اللي ضروريه البنات، من الاحسن من الاحسن الا ما عندكمش تقدروا تستغناو عليها. كتهشش الدجاج وكيجي بنين بزاف وكيجي هشيش كيدوب في الفم. وغادي نحتاج كذلك الثومه بودره، ما عندكمش ثومه بودره ديروا ثومه عاديه طريه. بالنسبه للمطارده البنات الا بغيتو الدجاج ديالكم يجيكم هشيش بالنسبه لهاد الطريقه او الدجاج في الفران كما كان الدجاج، ديروا له المطارد كيعطيه مذاق زوين وكيجي كيدوب في الفم ما كيبقاش قاصح. صافي غادي نحرك المكونات مع بعضها، من بعد غادي نزيد العطريه، غادي ندير شويه ديال الملحه، شويه ديال سكينجبير، وغادي ندير كذلك شويه ديال التحميره، فلفل الحلو، تحميره فلفل حلو، وشويه ديال خرقوم كركم. وغادي ندير كذلك شويه القزبر ومعدنوس ربيع. وغادي نخلط المكونات مع بعضها، وغادي نخليها حتى طيب ليا، حتى يدخل ليها الطياب مزيان مزيان. من بعد ما شفت الدجاج طاب ليا دخلو الطياب مزيان على يطيب، غادي نزيد ليه الشامبينيون الفطر. بالنسبه للفطر انا عندي بحال هكا، الا ما عندكمش طري تقدروا ديروا معلب، انا كان عندي في الكونجيلاتور، تقدروا ديروا المعلب ولا طري ولا لي مكونجلي كما بغيتوا البنات اللي عندكم. صافي غادي نخلطها مع داك الدجاج باش هكا يدخلوا كاع المكونات مع بعضها، وغادي نخليهم دابا يطيبوا. من بعد ما طابوا ليا غادي نزيد واحد جوج فرماجات او 3 مثلثين اللي بغيتو، هكا كيعطيه واحد المذاق زوين وبنين. ومن بعد غادي نحاول نفرتتهم مزيان باش هكا يدخل لي كاع مع الدجاج ويذوبوا. فرتهم ونخليهم حتى يذوبوا ليا واحد 5 ديال الدقائق، عاد غادي نطفي على المكونات ديالي. بعد ما طابوا ليا وتشرب ليا تشرب ليا داك الدجاج ما بقاش فيه بزاف ديال الربا، غادي نخليه على جنب يبرد شويه. وغادي نزيد عليه الزيتون مقطع، عندي الزيتون مقطع حتى هو كيعطيه مذاق اللي لذيذ بزاف البنات. الكيش كيجي معاه الزيتون كيعطيه مذاق بنين. صافي غادي نخلطهم مع بعضياتهم. بعد غادي ناخد العجينه تاع الكيش. بالنسبه للبنات انا عندي العجينه واجده، وغادي نخلي لكم طريقه تحضير العجينات نخليها لكم في التعاليق ولا في صندوق الوصف. المهم غادي نخلي لكم طريقه تحضير الكيش، العجينه تاع الكيش. وإلا عندكم واجده من الاحسن هكا باش تسهلوا عليكم التحضير باش هكا تجيكم سهله، سيرتو رمضان وفيه بزاف ديال الخدمه. الا عندكم قدرتوا تشريوها واجده جيبوها واجده، الا ما عندكمش المهم انا غادي نخلي لكم الطريقه ديال التحضير ديالها. غادي ناخد العجينه ديالي اللي غادي نديرها بحال هكا ونحاول نقادها. من الاحسن البنات تاخذوا الا عندكم شي مول اللي كيكون هكا مدرج بحال هكا باش يجي الشكل ديال الكيش ديالكم يجي زوين. نحاول نقادها مزيان، غادي نحاول ندخل العجينه في هذوك التدرجات، هذوك البلايص اللي داخلين باش هكا يجيني الشكل ديالها مدرج. وغادي نكمّل بحال هكا. من بعد غادي نحيد هاداك العجين اللي زايد لي من الفوق، غادي نحاول نحيدو بحال هكا بالموس باش يجيني العجين مقاد. من بعد البنات غادي ناخد واحد الفرشيطة اللي غادي نثقب بها. ضرورة البنات إلا درتو العجينة نتوما صايبتوها أو جبتوها واجدة ضروري تثقبوها بحال هكا، ضروري العجينة نتاع الكيش تثقب بهذا الشكل هذا. حاولوا تثقبوها في الجوانب، تثقبوها الداخل، من كل بلاصة ديروا بزاف ديال التقيبات بحال هكا باش ما تنفخش ليكم وتضيع لكم العجينة ديالكم. وغادي نجيب هذيك الحشوة ديالي اللي حضرتها غادي نخويها بحال هكا.
نحاول نقاد مزيان هذيك الحشوة باش تجيني في العجينة كاملة قادوها مزيان. من بعد غادي ندوز الخليط اللي غادي نحتاجو. غادي نحتاج 2 ديال البيضات، وغادي نحتاج كريمة ديال الطبخ. إلا ما عندكمش البنات كريمة ديال الطبخ ديروا دانون مسوس، ديروا 1 ولا 2 على حساب واش كترتوا القوام ديالكم، وعلى حساب المول ديالكم واش كبير بزاف. إلا عندكم المول كبير بزاف، أنا عندي المول صغير، درت غير واحد الآخر نتاع كريمة الطبخ. نتوما تقدروا ديروا 2 نتاع دانون مسوس. من بعد غندير شوية الملحة، وغادي ندير التومة بودرة، غادي ندير خميرة ديال الحلويات. عندي هذه فيها 15 غرام، غادي نقسمها على 2، ديروا غير 7 غرام ولا ديروا غير 5 غرام، المهم عينكم ميزانكم. صافي غادي نخلط مزيان هذا الخليط. المهم فيه 2 ديال البيضات، فيه كريمة ديال الطبخ، فيه التومة و وفيه الملحة، وفيه خميرة الحلويات. وغادي نزيد البنات واحد المعلقة نتاع النشا، النشا باش هكا يزيد يتقال ليا الخليط ديالي. إلا ما عندكمش النشا وبغيتوه يزيد يكون ثقيل، زيدوا بيضة أخرى، ديروا 3 ديال البيضات. صافي غادي ندير نشا، وغادي نخلط مزيان هاد الخليط مع بعضياتو. خلّطوه مزيان، مزيان حتى يتخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتهم، ما يبقاش محبّب البنات. ودابا غادي نخويه فوق الحشوة، فوق الكيش اللي حضّرت. غادي حاولوا يكون متساوي، خويوه فوق كلشي غير بشوية باش هكا يدخل لكم هذاك الخليط مع كاع المكونات. غادي نحاول ندير بحال هكا شوية ديال الفراغات باش هكا داك الخليط يدخل ليا حتى لداخل مع الحشوة اللي حضّرت، المهم باش يكون كلشي مقاد. حاولوا ديروا بحال هكا شوية الفراغات باش هاداك الخليط يدخل لكم لداخل بحال هكا. صافي. ومن بعد البنات ما غادي نساليها، غادي ندير الفرماج محكوك من الفوق أو موتزاريلا اللي بغيتو. آآ غادي نديرو كامل فوقها. صافي. ومن بعد غادي ندخلها للفران طيب البنات. غادي ندخلها طيب على درجة حرارة 200، وغادي نخليها نص ساعة كطيب. من بعد غادي نطلع عليها، غادي نشوفها واش تحمرت لي ولا مزيان ولا مازال. خص ضروري يكون متحمرة من الفوق ومن التحت كذلك تكون محمرة. عاد من بعد غادي نطفي عليها البنات. ويكون البنات هذا هو الشكل النهائي نتاع الكيس ديالي. شوفوا شحال كتجي زوينة، كتجي محمرة وكتجي بنينة بزاف. غادي نقطع معكم واحد المورصو تشوفوا كيفاش كتجي. غنحيد معاكم واحد المورصو تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كنا البنات هذا هو الشكل النهائي نتاع الكيس ديالي. شوفوا شحال كيجي زوين وكتجي بنينه بنينه بزاف البنات. من بعد غنحضر لكم واحد الطريقه اخرى ان شاء الله بالكيش اللي كتجي حتى هي بنينه بزاف. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه نتاع اليوم والفيديو نتاع اليوم. عجبكم ما تنساوش تشجعوني بلايكات ديالكم والتعاليق ديالكم جميله باش ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات اللي جميله بزاف. والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.